احنا النهارده هنكتشف واحد من اغرب الاماكن اللي ممكن تسكن فيها وانت موجود في اسطنبول. نازلين زي القبو بتاع المكان علشان خاطر نكتشف ونشوف ايه اللي موجود في الدور اللي تحته. ده المطعم بتاعهم. بص الترابيزه شكلها عامل ازاي، المكان كله ذات نفسه غريب جدا يعني. واحنا جينا على اسطنبول ما كانش فيه مكان رخيص تماما، كل الاماكن اللي هنا كانت اماكن غاليه في اسطنبول عموما، ولكن لقينا مكان مميز جدا في الحته اللي احنا فيها. المنطقه اللي احنا فيها ديت اسمها بالاط، دي موجوده في اسطنبول. مكان شعبي، مش مكان اللي هو زي مكان سياحي ان كل الناس بتروحه او تزوره او كده. مكان مش دارج بالنسبه للسياحه، مش زي الاحياء زي تكسيم وزي الاماكن المعروفه، ولكن زي ما انتم عارفين احنا دايما بنحب نكتشف الاماكن الجديده. بعد ما خلصنا رحلتنا في زنزبار كنا بندور على مكان كويس نسكن فيه في اسطنبول، ولكن احنا واجهنا مشكله كبيره ان اغلب الاماكن في الوقت اللي احنا عايزين نزور فيه اسطنبول كانت غاليه جدا. لقينا المكان دوت اسمه ماريا بالاط. ده الريسبشن اللي انت بتخش فيه، تقدر انت تعمل تشيك ان وبيقابلك صاحب المكان قاعد على المكتب القديم ده. الفكره في حاجه يا جماعه، ان هو المكان كله بالكامل عامل زي كانه متحف، يعني كانك جوه متحف. المكان حرفيا غريب لابعد حد، يعني مفيش حاجه جديده في المكان غير ادوات التجهيز بتاعه الاكل والشرب هنا، سواء بوتاجازات او سواء الكاتل او الحاجات ديت، فهي جديده. ولكن اي حاجه تانية هي قديمه جدا. حتى البيبان اللي ورايا، يعني حتى البيبان بتاعه المكان، حتى نظام الاضاءه وانت داخل بتعمل تشيك ان، ده الكرسي اللي انت بتقعد عليه. الكرسي ذات نفسه ممكن يبان لك وانت قاعد لحظه ان هو كرسي عادي، ولكن لما تبص عليه تحس ان هو تحفه فنيه، حاجه من الانتيكات الغاليه جدا. والكرسي ذات نفسه الخشب بتاعه قديم ولكن قوي جدا. تبص على الخشب من هنا، المنظر الخشب غريب، يعني منظر الخشب، الديكورات اللي محطوطه هو زي ما بقول لكم كانك انت في متحف بالظبط. هنا آلة كاتبه، عارفين آلات الكاتبه القديمه ديت، رهيب. هنا لو انت جيت ما لقيتش حد تقدر تدوس على الجرس ده. مش سهل انت تلاقي مكان زي كده يكون في حاجه جديده عليك او حاجه غريبه عليك بالشكل ده. بص الديكورات اللي محطوطه، الكتب، ريسبشن مليان حاجات غريبه. يعني بص هنا مكتبه صغيره فيها كتب كتير جدا، حاجات جديده وحاجات قديمه. الناس اللي مهتمه انها بالقرايه مثلا ياخد كتاب من دول، يقعد ان هو مثلا ياخد قهوه او شاي ويستمتع بوقته. هنا مغسله، يعني حتى باب المغسله يا جماعه، المقبض ذات نفسه، بص الحديد اللي على المقبض، المقبض مصدي، مش مصدي وحش، لا ده هو الستايل بتاعه كده. هم سايبين كل حاجه كانها انتيكات. لو انت داخل من بره والدنيا ساقعه برد وكده وبتاع، فدخلت المكان دافي، تقدر تحط الجاكيت بتاعك هنا وتطلب بقى القهوه اللي انت عايزها او حاجه، تقدر تقعد هنا تشربها براحتك وتقضي وقت لطيف جدا. بساله هنا على اعمار الحاجات اللي هي موجوده في الريسبشن في الاستقبال وكده، فبيقول لي ان الترابيزه زي كده مثلا دي عمرها من 100 ل 200 سنه، ودي مش ترابيزه عاديه، يعني هي فيها بعض الحاجات عندهم قديمه، راح مثلا لسوق انتيكات او حاجه زي كده، بعد كده جه قطعه بالشكل ده وخلاه ترابيزه. شيء رهيب يعني. كراسي زي كده بيقول ان هو عمره حوالي 100 سنه، ولكن بيتم تجديده تاني عشان خاطر يستخدموه في مكان هو عايز يدي الطابع التاريخي. يعني هتشوف هنا مثلا ان الحاجه ديت قديمه، بس هو بيحاول ان هو يدهنها يخلي لونها زي ده، بحيث يبقى الموضوع شكله شيك وفي نفس الوقت محافظ على الطابع التاريخي. يعني الكشاف ده، يعني الكشاف اللي بيدي اضاءه للمكان. هنا اللي ورا ده خشب حقيقي، يعني ده خشب من شجره مخلين في اخر الخشبه في اضاءه بتنور المكان، بتنور الريسبشن. اما تخش بتشوف المكان دوت هنا. هو ذيس بيكتشر هيز لايك ذا اونر ديزاينر اوف ذا بليس. كامتنان للراجل اللي صمم المكان او اللي هو اللي عمل الديزاين بتاع المكان، سواء ريسبشن او الغرف او كده. امتنانا ليه حاطين صورته في الاستقبال بتاع المكان. What is the holes? What is used for? Like decoration, هو قال لك الكرسي ده زي ديكور، يعني ده الحاجات اللي موجوده هنا. انا بساله دي بتستخدم لايه؟ قال لك ديكور، ممكن يحط فيها كوبايات، ممكن يحط فيها اي حاجه. الرسمه ديت يونانيه جامد صراحه. المفروض بقى استلمت المفتاح ده، شكل المفتاح بتاعك مش مفتاح بقى جديد، لا مفتاح زي المفاتيح القديمه، فتقدر بقى تاخده تفتح بقى غرفتك وتشوف ايه اللي موجود جوه الغرفه. تعالوا نشوف مع بعض. طول ما انت ماشي ديكورات غريبه، طول ما انت ماشي. يعني حتى في هنا، يعني دي كان بيتقال عليها بقى شوفونيره، يعني عارفين الشوفونيره القديمه دي بتاعت زمان. تعالوا نشوف ايه اللي موجود جوه الغرفه. اوبا مبدئيا كده غرفه مش زي اي غرفه انت ممكن تخشها. الغرفه غريبه جدا، الغرفه مبدئيا واسعه. اللي زار اسطنبول قبل كده فعارف ان اغلب الغرف في اسطنبول بتكون ضيقه، الا الحاجات الهاي اند، الحاجات الخمس نجوم كحجم وكسكن جوه. فالغرفه واسعه مختلفه. تصميم السرير ممكن مختلف عن التصاميم العاديه اللي ممكن انت بتشوفها. تصميم خشبي، حته الخشب اللي مش متساويه ديت، اللي طالعه والنازله ديت. زمان في التصميمات السراير القديمه، السراير الكلاسيكيه، ممكن كان بتبقى الديكور بتاع السرير كان بيبقى شكل السرير عامل كده، مش شرط ان تقطيع الخشب كان بيطلع بالظبط. علشان كده هو واخد لك الطابع القديم ده. خلينا بقى بنقول ان كل حاجه هنا عامله زي متاحف، يعني كانك انت داخل جوه متحف. المطبخ هنا ذات نفسه الخشب تحس ان هو مجمعها لوحدها، يعني كل قطعه متجمعه لوحدها. فتصميم المكان، تصميم المطبخ ذات نفسه اللي انا واقف عليه دوت، هتلاقي ان هو كتر ما هو قديم فيه خرابيش عليه، فيه ان هو مستخدم من فتره، معتمد على الموضوع دوت في كل التفاصيل. بص الحتت بتاعه المطبخ ديت اللي هي الخرابيش، الحاجات اللي هي القديمه ديت اللي تحس ان هو مستخدم وجه عليه ميه قد كده. طبعا في الشتاء بتاع اسطنبول هنا الدنيا بتكون برد لابعد حد. الدفايه بقى بتاعه الغرفه ده شكلها الستايل بتاع الدفايه، دفايات الزيت القديمه اللي لازقه
في الحيطه ديت. الدفايه عندهم يعني بص الديزاين بتاعها بتاع الدفايه عليه نقوشات قديمه جدا. الدفايه مش من الدفايات الحديثه، الدفايه قديمه جدا. من الحاجات اللطيفه في المكان ان هو اجمالا حاطط لك المطبخ ان انت تستخدمه على الفترات الطويله. يعني المكان هنا اعتقد مخصص للاجازات الطويله. لو انت جاي اسطنبول تقعد مثلا 7 ايام 10 ايام فده مكان مناسب جدا. ليه بقى؟ لان هو المطبخ اللي هو حاطه لك هنا تقدر انت تستخدمه بالكامل، مفيش حاجه ناقصاك. يعني عندك طاسه وكوبايات وحاجه زي حله صغيره، وهنا كوبايات غويطه، فكل حاجه موجوده تقريبا. علبه خشب مش عارف بتاعت ايه، خلينا نشوف كده ايه اللي جواها. والله خايف حاجه تطلع غريبه، مش عارف استخدامها لايه صراحه. يعني مش عارف استخدام العلبه دي لايه، ولكن شكلها ظريف كده. علبه دمها خفيف، ممكن تحط جواها اي حاجه. بس هنا الادراج ديت تلاقي بقى محطوط فيها السكاكين والمعالق والشوك وكده. اقلام رصاص واقلام جاف. وده ايه ده؟ اسمه ايه يا جدعان؟ ده مش عارف اسمه، حد يقول لنا في الكومنتات لو سمحت. وده قلم سبوره عادي جدا، يعني قلم السبوره. لازم يكون في حاجه غريبه، بنتكلم على اغرب مكان فلازم هتلاقي حاجه غريبه. ايه الحاجات دي؟ سببها ايه ان هي محطوطه في الدرج بتاع المعالق والسكين؟ انا مش عارف ايه اللي جوه ده، ما عنديش اي خلفيه. ده عباره عن ايه برضو؟ اللي عارف يكتب لنا في الكومنتات. تعال نشوف ايه هنا. مريله مطبخ عشان وانت بتطبخ تبقى لابسها. يعني يا سيدي على الروقان، هبقى مثلا في المكان دوت وبطبخ وهي بس المريله اللي ناقصاني عشان خاطر حياتي تبقى افضل. حلو كويس انها موجوده. تصميم الغرفه بالكامل تصميم فينتج قديم كلاسيكي. لاحظ بقى في حاجه غريبه جدا، بص على السقف كله بالكامل خشب. ده ظريف كشكل، ولكن بقى خد بالك من نقطه ان في ناس ساكنه فوقيك. ده يمكن حاجه سلبيه، لان انت بتحس بكل خطوه، كل خطوه هم بيخطوها فوقيك انت حاسس بيها. شكله غريب وظريف وجديد ان انت تبقى ساكن في غرفه بالشكل ده. في هنا طبعا زي ركن لطيف جدا لابعد حد، الشباك بتاع المكان اللي انت فيه، في مكان انت تقعد. يعني في حاطط لك مخدتين وتقدر انت تقعد مثلا تشرب حاجه او كده، وانت بقى شايف منظر البيوت الملونه الجميله دي. وهنا طبعا الترابيزه الصغيره ديت والكرسي، بحيث لو عايز تفطر او حاجه او عايز تشرب اي حاجه فتقدر تشربها وانت برضه تستمتع بمنظر البيوت الجميل ده. نقطه بقى، المكان هنا سعره 50 جنيه استرليني في الوقت اللي احنا سكننا فيه. يعني تقريبا بالدولار اعتقد ممكن 55 دولار حاجه زي كده. ده سعر خيالي، يعني سعر خيالي في الوقت اللي احنا نازلين فيه. احنا كنا بندور حرفيا ما كانش فيه اوبشنز رخيصه. يعني المكان بيبقى عادي جدا وسعره غالي جدا. ودي معلومه عايز اقولها لكم، ان هي اسطنبول حاليا في الفتره اللي انا فيها اغلى شويه من العادي بتاعها. تركيا معروفه انها رخيصه شويه، انها الناس بتيجي مثلا بتبقى اجازاتها مش بتدفع كتير، ولكن نوعا ما الدنيا غاليه سن عن الطبيعي بتاعهم. ولكن ب 50 استرليني حجزنا المكان الظريف دوت. اختيار كويس. يعني من ضمن الحاجات الغريبه اللي موجوده في الغرفه، تلاقي بقى جنبك الاباجوره الظريفه دي، تحس انها بلوره سحريه مش اباجوره. بس شكلها عامل ازاي، يعني غريبه قوي. الاباجوره من السيراميك والنحاس، تصميمها غريب لابعد حد. هنا بقى في الدولاب ظريف كده خشب جميل. حاجه بقى غريبه لاحظتها برضو انا مش فاهم ايه هي، يعني لو حد عارفها يكتب لنا برضو. لقيتهم معلقين البتاع دوت في زي اعشاب او حاجه، انا مش شايف ايه اللي جواه، ولكن انا مش فاهم هم معلقينه ليه، لان هم رابطينه جامد قوي. فاللي يعرف يقول لنا. هنا بقى في لحاف اضافي عشان لو الدنيا بردت عليك بالليل تقدر انت تسحب اللحاف وتضغط. الناس اللي بتدور على حاجه مختلفه او حاجه غريبه، فبالنسبه لي الغرفه ديت اغرب غرفه دخلتها لحد دلوقتي. تعال بقى نشوف الحمام جديد ولا قديم. مودرن عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه مختلفه. الخلاط جديد، الشاور كابن جديده، وكمان حاطط لك رين سيستم وبتاع ومظبط لك الدنيا خالص. الحاجه اللي ستايلها قديم شويه يمكن، بس الكشاف يعني ممكن قديم حبتين، ولكن حمام عادي خالص. حاطط لك هنا شامبو وشاور جيل وهير كونديشنر، وهنا طبعا السشوار. الحمام قال لك انا العب في السيف سايد عشان ما عرفش الناس في عيشتها. خليني اعمل حمام قديم. كفايه عليهم غرفه ستايلها قديم، ما يبقاش حمام هو كمان قديم. قال لي بقى ان هو هيفرجني على مكان غريب جدا، على المطعم بتاعهم. هننزل كده نكتشف مع بعض المطعم شكله عامل ازاي. يعني عندي فضول اعرف، لان هو تحت. يعني احنا نازلين زي القبو بتاع المكان علشان خاطر نكتشف ونشوف ايه اللي موجود في الدور اللي تحته. لكن انا متحمس، يعني حاسس المكان غريب. ده المطعم بتاعهم تحت الارض، يعني ده المكان اللي انت المفروض تتغدى فيه او تاكل فيه. بص الترابيزه شكلها عامل ازاي، المكان كله ذات نفسه غريب جدا. يعني الكرسي يعتبر شكله مخيف نوعا ما، عليه رسمه يونانيه تقريبا او حاجه زي كده. كرسي قديم جدا خشبي، الطراز بتاعه قديم لابعد حد. The place here is huge. Yes, exactly. Yeah. What is it? What is the style for it? Actually, this place is historical place, and we think like that it's come from the Byzantine years. Since Istanbul, goes to Turkish hands from Fatih Sultan Mehmet, Turkish Ottoman Empire. هو بيقول لك هنا التاريخ بتاع المكان دوت بيرجع للعصر البيزنطي والعصر العثماني، من عصر السلطان احمد. يعني لحد هنا المكان مبني من ساعتها، ما تمش التجديد فيه تماما. يعني المكان زي ما هو. يعني متخيل عمر المكان ده تقريبا حوالي 200 سنه. رهيب. almost 600 years. Yes, if you think like that 1453. المكان هنا من 600 سنه. متخيلين؟ يعني مكان المطعم اللي انت بتاكل فيه ده مبني بنفس الشكل بنفس الحاجه
نفس الستايل بتاعه من 600 سنه. انا ملاحظ الترابيزه كبيره جدا ولكن في كرسيين بس، كرسي هنا وكرسي في الاخر، وبقول لك الستايل بتاعها زي ستايل المسلسلات الدراميه ونفس الستايل القديم اللي هم كانوا بيبقى فيه ترابيزات كبيره وتلاقي مثلا في الترابيزه كلها مليانه اكل وواحد قاعد هنا وواحد قاعد هنا، فرهيب. If I stay here I can only use the restaurant not from because he's telling me if you want to book here you have to be guest. Exactly. No one from outside cannot pass here. Okay. Only for guests. Yeah. هو هنا الفكره بقى، المطعم ده مطعم صغير، ما تقدرش ان هو تقول ان هو مطعم كبير، ممكن اعتقد لحد 4 اشخاص ممكن يكون كويس جدا. في ترابيزه ثانيه جوه ما ينفعش الا يكون جيست وحاجز عندهم، يعني هم عندهم عدد غرف معين، وعنده 6 غرف بس، 6 غرف لشخصين، يعني لو حسبتها تلاقي 12 شخص تقريبا. عندهم هنا غرف كبيره لو انتوا عيله او حاجه زي كده، مش زي الغرفه بتاعتنا بس ممكن لشخصين، ولكن لو انتوا 4 اشخاص او حاجه تقدروا تحجزوا الغرف الكبيره. انا هسيب لكم الرقم بتاعه واللينك بتاع المكان ديسكريبشن. خلينا نشوف المكان الغريب ده تكمله المطعم. يعني بص يا جماعه، دي supposed to have light inside it right. لو انتوا مثلا عدد كبير من الاشخاص هنا، في ترابيزه جوه مطعم برده ل6 اشخاص، وهنا في الاضاءه بتاعتها المفروض هنا يحط شموع او يحط حاجه، ولكن هو بيقول ان المكان لسه جديد فهو لسه بيجهز فيه، لكن التجهيز رهيب. يعني بص حتى الستايل ده، يعني ستايل المكان يا جماعه من اول من 600 سنه. انتوا متخيلين انت تكون بتاكل في مطعم من 600 سنه؟ رهيب. يعني بص الحجر ذات نفسه، الستايل بتاع المكان، يمكن تجربه اعتقد انها مختلفه. يعني اعتقد ان انت مش سهل ان انت تاكل في مكان ممكن يكون قديم بالشكل ده، لكن مكان يستحق التجربه صراحه. حتى السقف، يعني لو تلاحظوا بص السقف سقف عالي قوي، يعني انا 186 سم، اعتقد ده مثلا ممكن لحد 3 متر او 4 متر. What type of food? Dinner. Yes, and most of the تركي traditional كباب. foods. Yes, traditional. هو المكان هنا لسه تحت التجهيز، لسه بيجهز فيه. هو بيقول لي لسه قدامه شويه حاجات والدنيا تكون جاهزه تقريبا، ولكن ساعتها يقدر ان هو يقدم عشاء، اكل من اسطنبول، اكل تركي مثلا، كباب، لحمه، اللي هي الوجبات الرئيسيه اللي انت ممكن انت تطلبها في المطاعم العاديه، ولكن هنا التجربه مختلفه. هنا برضو الديكور يعني رخامي كستايل وكفكره، فهو جديد وغريب. هنا تلاقي مثلا في ده زي موتوسيكل معمول من الحديد، طول ما انت ماشي في حاجات غريبه يعني في كل حته. انا لسه صاحيين من النوم فاكر ان هم جايبين لنا الفطار الجميل ده. الفكره في حاجه ان انت اغلب اقاماتك في الاير بي ام بي، الحاجات اللي هي اللي انت بتاجرها عن طريق الابلكيشن، يعني في الغالب ما بتبقاش بتقدم بفطار. فاحنا الحجز بتاعنا ما فيهوش فطار، ولكن حركه ظريفه منهم يعني، عشان هم لسه فاتحين المكان جديد، فهو عامل الحركه الظريفه ديت، يعني ايه، بيحاول يظبطنا، يعني عامل حاجه كومبلمنتري كده، فطار ظريف تركي اصيل في كل حاجه. تلاقي الفطار بتاعهم مليان خيارات كتير صحيه. ده شكل الطبق. وخلينا نتكلم كده عن المكونات. بص حاطط لك نوتيلا محمره، لانشون، خيار، قوطه، جبنه، اعتقد دي جبنه موتزاريلا، في هيصه، يعني في هيصه في الطبق، زيتون وبتاع وحركات يعني. والطبق بقى الظريف التاني دوت، يعني هو خلاص الطبق كده زحمه عندك، حاطط لك بقى الطبق ده عسل بالقشطه، مفيش حاجه مش موجوده. عشان تعمل الشاي حاطط لك الكوبايه دي فيها ميه دافيه، ومديك شاي ليبتون. والسكر بقى بتاعهم السكر الجميل دوت، سكر اللي هو مكعبات، بس ما تفتح كده تلاقي مكعبين صغيرين. احنا ايه، نحط مكعب واحد صغير. الواحد بيبقى لسه صاحي من النوم، ايه، محتاج حاجه دافيه. ده بقى عيش باجيت، ما اعتقدش الواحد يقدر يخلصه كله لان هو عيش مشبع جدا، يعني مليان كده. خلينا نفطر. دي باول حاجه نفسي اجربها صراحه، وهي ايه، قشطه بالعسل. ناخد شويه قشطه مع شويه عسل. دي اللقمه ايه، بما ان بقى طبق مليان حاجات كتير، فاحنا ممكن ايه، نعمل ميكسات كده مع بعض. نمسك كده الجبنه الظريفه دي، حاطين معاها مثلا خيار وطماطم، ونضرب على طول. جايبين كده حته لانشون انا كده في الفينو، ونحط شويه زيتون من الزيتون السبايسي الجميل ده على اللانشون. فطار تركي في حته ثانيه يا جدعان. حاجه ثانيه عندي فضول اجربها، يعني نجيب حته جبنه وحاطين عليها ايه بقى، زيتون مشوي بشكل الزيتون، زيتون مشوي، حط على الجبنه تقوم لافف وضارب. مفيش شك ان الفطار التركي مختلف. قبل بقى ما ننزل، حاجه بقى اخيره لازم نجربها، يعني ايه، حاطط لك كده على جنب نوتيلا. جايبين نوتيلا مع العيش والدقيق، بق شاي، وكده احنا جاهزين نكتشف ايه اللي موجود جنب المكان اللي احنا ساكنين فيه. كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، شفنا اغرب مكان تقدر تسكن فيه في اسطنبول. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.